الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا وكان له أن لا يخلقنا، والحمد لله الذي خلقنا بشرا وكان له أن يخلقنا حجارة أو شجرا، والحمد لله الذي هدانا إليه وكان له أن يضلنا ويدخلنا النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ ما أنزل إليه من ربه فلم يكتم منه شيئا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الحمد لله الذي بلغنا هذا العيد، عيد الأضحى 1445، ونحن في أعلى سنام الإسلام وذروة سنام الإسلام جهادا في سبيل الله. الحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي اختار أن يخلقنا سودانيين. الله أكبر. قايل بأي شيء الله أكبر. الله أكبر. أي شيء أكبر. الله أي حاجة الله أكبر منها. عليك بالتكبير، عليك بالتهليل، عليك بالصلاة على النبي، بالتسبيح، ده بثبت القلب. وأطيعوا الله ورسوله. إحنا ما عندنا معاصي في الجواز ده، إياك والمعصية. بتغطس حجرك، بتأخر النصر. سنة السواك أخرت النصر 3 شهور. ما في معصية، كله. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. مخالفة التعليمات ما في نهائي. أي منازعة بتفشلك طوالي، ده حكم الله، فتفشل وتذهب ريحكم. عندنا قيادة واحدة بدت الحرب دي وانتما معاه، ما يستسمع أي كلام فارغ. والله العظيم أرجل من القائد العام ده ورؤساء الأركان ونواب قاعدين يتقفلوا فيه. القيادة دي هنا عارفين العقد جايون، عارفين. كسر الحيطة وهم شايفينه، واحد فيهم جرى ما في الطيار هذا ولا الليلة قاعدين. أكا ممكن يمشوا خليك قروش هذا الدول اللي أكا ممكن في رجال أكثر من ده. نحن ما عندنا كلام، قيادتنا تعليماتها بس بتنفذ بس. واصبروا إن الله مع الصابرين. ده النصر، ده مفتاح النصر هو الصبر ده، والصبر من الله. واصبر وما صبرك إلا بالله. تسأل الله يصبرك، تسأل الله يثبت أقدامك. والناس بيتصبروا ببعض، يتقوى بأخوه خليك معاه، بيتصبروا ببعض ويصبروا بالله. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس. زي الدعامة ما نقول بطر، كبر، متكبرين على الناس، شايفين روحنا أحسن من الناس، بيتكلم بكبر وبأنا، فكانت ما معقولة. هسه ماشي وين؟ قال يا الله ما مالي عين واي زول
يهدد في الشعب ويهدد في الناس. ده الكبر، ده البطر، بمرقوا بطر. نحن ما ماردين بطر، نحن ماردين لإقامة الحق وإطفاء نار الفتنة، ولا ماردين رياء. الحرب ما فيها مراء، والله زول برائي بيجي بيقعد معاكم ما في. خلاص بقت واضحة. أي زول مرائي بيجي مش بهناك مثل القروش، لكن بهنا لا في قرش لا تعريفه. صح ولا ما صح؟ يا هو قسطير ده ما هي الجيش اللي انتوا عارفينها ما بتعمل اي حاجه. ما في زول قاعد له ولا قرش هنا. القاعدين هنا في الخنادق ديل ضاربين الشمس والحر والعطش ده، ما راجل لهم قرش ولا تعريفه، راجين الله. اعلى قيمه عندك انه الله باسمك يكتبك مع المجاهدين. الله باسمك يكتبك مع الذين قاتلوا لتكون كلمه الله هي العليا. ما في اكثر من كده. بعدين يجيبوا في دفتر تدفع التمام ده. ما في افضل من الرباط في سبيل الله. تستشهد عملك يمشي لك ليوم القيامه. حي بكرامه وعزه، لأن العزه لله جميعا، ولأن العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. يعني ما في زول عنده عزه. داير العزه دي تعال اقوى مع اهل عزه، تعال اقوى مع الجيش ده. دي العزه هنا، والله ما في عزه ثاني، ما في. عرفتها؟ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله. هسه قاعد يصدها سبيل الله. احنا هسه لما خشيناهم درمان، اول حاجه الناس عملوها شنو؟ مشوا نظفوا المساجد وطهروا المساجد. قالوا ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ومن اصلا منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في غرابها. كانت شرائط لقيناها جوا، كان ضمات جوا. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خايفين. وعد الله لهم في الدنيا خزي هنا بنخزيهم هنا، وبعدين في الآخرة عذاب عظيم. إحنا أول شيء خشينا المساجد وطهرناها، طهرنا دي أول شيء بيوت الله، وطهرنا بيوت الناس، وسترنا الناس، وأمنا الناس. ما بينصد عن سبيل الله، اللي بيصد عن سبيل الله هو. وبعدين ما تستبطأ النصر. ربنا قال ذلك ولو شاء الله لانتصر منه. مش النصر من عند الله. هذا كان داير ينتصر منهم، كان انتصر. ليه ما انتصر؟ قال لكن يبلوا بعضهم ببعض. مش في ايماننا نحن صحيح مؤمنين ولا منافقين؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما عاد في مؤمن خبيث، لازم يتميز. ربنا قال كده، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. ما في حزن ولا في اي حاجه. اي خبر يجيك خير، اي حاجه. جابوا لك قوه ضربت، جابوا لك ناس اتاثروا، جابوا لك عندك ناس، ده خير، لانه قايم في حق. قال وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. الشهيد ده يمشي وين؟ يمشي من غرفه بتاعت بلاي ستيشن، يمشي من مسرح فيه غناء. الشهيد بيجيبوه من وين؟ ميدان بتاع كوره. ما ده محل شهاده. في ربنا داير ياخذ شهاده، لازم ياخذهم في الميدان. والله لا يحب الظالمين، وده الظلمه. وليمحص الله الذين امنوا. التاخير ده عشان يمحصك. انت ما اكرم عند الله من النبي والانبياء كلهم. ربنا قال ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. وده ما معناته كفر، مش لانك انت مستبطئ نصر الله، انت مستعجل فرج الله حتى لو قلت كده. احنا ده درب ما فيه غير الصبر. ويمحق الكافرين دول يمحقهم كيف؟ ما يلبى البل ده، ما يلبى القصدير ده، ما في تخبيش. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. جديان جدودنا لما نختاروا شعار الجمهوريه صقر الجديان، مكتوب في صقر الجديان ده في الغوص الفوق شنو؟ النصر لنا. النصر لنا ليه؟ النصر لنا لانه نحن جند الله، جند الوطن. وريني جيش في الدنيا، دولة في الدنيا النشيد الوطني بتاعها بيبدأ بنحن جند الله. نحن جند الله كتبها أحمد محمد صالح زمن المستعمر سنة 55. الوقت ذاك في كيزان في دولة السودانيين يا دكتور. راية لا إله إلا الله دي مما رفعت في السودان من كوش وقبل كوش وبعد الهواه دجاتها وجات بعدها وتاني قامت في السلطنة الزرقاء، تاني ما وقعت. ناس بيقوموا بلا إله إلا الله دي. نحن جند الله، ما يلبسوا عليكم. السودانيين دي جند الله،
مكتوب فوق النصر لنا، لأنه ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم وينصركم الله فلا غالب لكم وما النصر إلا من عند الله. عشان كده احنا متأكدين من نصر الله، لأنه نحن جند الله، ولو ما من جند الله اوعى تلبس الكاكيته، ما جينا. لو انت ما من جند الله ما جينا، ما دايرين لنا خبوب ما معانا. ونحن لما قلنا هذه الأرض لنا، السودان ده حقنا نحن، ما حق زول ثاني. نحن ما بنفوت البلد دي، والله لو قامت القيامة ندفن هنا زي ما دفنوا أجدادنا هنا. ما بنرضى بأي شيء ولا عجبنا أي شيء ولا في زول مال عيننا. والله العظيم اقسم بالله ما حصل يوم خطر ببالنا، ما حصل خطر ببالنا إنه الواحد يكون عنده جواز غير الجواز السوداني. وأنا أكلمكم لما يمتد بكم حياة، والله تشوفوا الكلام ده، أي زول حيتمنى الجواز السوداني ده، والله ده وعد الله. ولك الدولار وما الدولار والجنيه، والله يجعل الناس زمن الجنيه السوداني ده يبقى أعلى من الدولار وفتشوا له بالفتاش هسه قريب. وصاحب الدولار فهموا كمل ينجيها بعد شوي. هذه الأرض لنا، الأرض اللي فيها 45 مليون سوداني. المرض نزحوا لظروف المرض وظروف العاية، والعنده زول كبير والعنده بنات خاف عليه ومرق، لأنه ناس كانوا آمنين في ديارهم. ناشوا في السودان ده ذاته نزحوا في السودان. الذين خرجوا من السودان كلهم انمشوا مصر، وانمشوا تشاد، وانمشوا اثيوبيا، وانمشوا اريتريا، وانمشوا الخليج، ما تعمل مليون والله جد. الباقي قاعد هنا، ودي بكل سذاجه وعدم احترام للعقل السوداني واللسان السوداني والشعب السوداني وجيشه، ولك عين ومبعوث خاص للسودان. المبعوث السودان ده، المبعوث الخاص للسودان زار اي حته الا السودان، اي حته يمشي يقعد مع 12 13 نفر 20 نفر وداير يقرر في امر السودان، ويمشي يرفع تقرير ويسمعوا اي استهتار بعقل السودانيين. السودان ده فيه 45 مليون، تعال شوفوا مشكلاته شنو. ال 45 مليون دول واقفين مع جيشه. تعال جوا السودان كان دار تحل المشكله، لانك انت طامع في السودان، ولانك انت ما امين وانت ما محايد. انت ده مشروعك. الدليل انت قامت الحرب قالوا 8 شهور و 6 شهور حصرت عبد الرحيم بقل صح؟ طيب حميدتي لما قلت بعث من الموت وجاء ولا في اسئله 8 شهور ما حصرته ليه؟ ما ده سيد الموضوع ذاته، لانه زوله، لانه لو حصروا الموضوع انتهى. والله كان حصروا ما حصروا، كان مات ولا ما مات مين قتلوا. احنا ذاته دارين نقتلوا قتلى الناس يشوفوا عديل زي الهالك ده. الله اكبر الله اكبر. نبرد بطننا. اي سوداني في ال 45 مليون دي داير يشوفه يموت بعينه كده ده، وداير يبرد بطنه كده ده. ولذلك هذا السودان لنا، الداير يسكن محلنا ده عليه ان يبيد 45 مليون، ما في كلام. والشعب السوداني انتوا صبرتوا المده دي كلها، تصبروا لما الله يقول لها كوني. لما ربنا يقول انا ان نصر الله قريب، ما معناته ساعه يوم شهر، لا، ما معناته كده. معناته الله قادر على التدخل في اي لحظه. هو اللي كاتب السيناريو ده. خاشين فيلم معاد بالنسبه لرب العالمين قبل 500,000 سنه. ربنا بيودي في الطلقه دي هنا. ربنا يقول لها كن لما يمحص الناس والناس تتوب الى الله، لانه ربنا قال اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. في ناس من السودانيين ديل خلوا درب الله وبارزوا والله العداء وبارزوا الحرب وبارزوا الدين وحاربوا دينه علنا. قفلوا الخلاء وقفلوا القران، شافوا دار حفظ القران عملوها دار للمسكين من ملايين العمارات، وحرروا النسوان و ناس عارفه. ربنا قال اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. نحن يلا توبنا لله. الشعب السوداني كل المطلوب منه يجدد توبته لله، يجدد توبته لله. يقول ثاني نحن غير ضرب الله ما عندنا دليل. الله بيتاك بتنتهي، والله تنتهي. فلا تشكوا في نصر الله ولا تشكوا في وعد الله، ان وعد الله حق. وصيت لكم اقروا القران ده، اقروا القران ده كل يوم، تدبروه تاملوه، اقروا ايات الابتلاء، ايات الجهاد، ايات القتال، بتثبت. والله ناخذ القران ده غيابتنا نقوم نكون مع القران الله معانا.
ورسالة للناس الواقفين مع الناس دي الغشوهم وغرروا بيهم وبيدفعوا وبيأجروا ناس من برا. نحن الجيش السوداني ده ما بنأجر أي زول، ما بنشتغل مرتزقة ولا بنجيب زول عشان ندي قروش. سمعتوا استنفار فيه قروش؟ ما في دار تجد كادي، ما والله بيجينا واحد ولا مليون واحد عندنا، لكن في ناس بيجيبوا الناس بالقروش. الناس اللي بيجيبوا الناس بالقروش ده انا بقول لهم كلام الله. كلام الله قال كما اعمل ما شئت كما تدين ودان. العملت فينا ده بتشوفوا في محلك، بتشوفوا ده وعد الله. الخراب اللي عملته في السودان ده بتشوفوا في بلدك. الفتنه اللي ولعتها هنا دي في بلدك بتشوفها، ولئن امتدت بكم حياه بتشوفوا الكلام ده قريب، والله قريب، لانه وعد الله حق. ربنا ما بيبرد بطون السودانيين الا يشوف الناس السكوا الفتنه دي بلدهم بقى زي ده. ده وعد الله، ما عشان نحن حنعمل كده ولا نسكها ولا دايره ليه انا. وان كان ربنا قال لنا، قال من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الحق عندنا. انت شونت ناس، دفعت لناس قروش، جبت حديد، جبت عربات، جبت سلاح، الحق اداني لي الله انه عنها اشوف ناس وشوينهم ودوينهم. العالم ملان مرتزقه، ملان ناس بيقاتلوا بالقروش، وانا عندي الذهب ولا البترول؟ انت كان عندك بترول، انا عندي الذهب. بيجيب الناس منو كان انا داير. الله اداني من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن نحن بنخليك لله ده. والله العظيم يورينا فيك العبر. نحن الحمد لله انه جعلنا مسلمين وجعلنا سودانيين وجعلنا في حرب الكرامه دي. الكرامه، ليه الكرامه؟ لانه ربنا قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم. والحرب دي لدين، لا هلي دنيا لا هلي حاجه. من مات دون مالي فهو شهيد، ومن مات دون عرضي فهو شهيد. ارايت ما اتاني من يقاتلني ياخذ مالي، قال لك قاتله، قال لك ان قتلني قال لك بتخش الجنه. يقول لك المسلمان ده ما المسلمان، دي فتنه. اي زول داير ياخذ مالك تموت في طوالي. عايز لا شو؟ داير ياخذ مالك، داير ياخذ اولادك، داير ياخذ، تموت طوالي. ده الدين ذاته، ده الدين، ده عين الدين. لا نطيل على الناس. نسال الله في هذا اليوم الكريم، يوم الحج الاكبر، الامر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم انه حتى ربات الخدود يجوا يحضروا الصلاه ودعاء المسلمين، وحتى الحيض يجوا يحضروا دعوه المسلمين ويعتزلوا المصلى. لكن اي زول يمرق للصلاه، صلاه العيد دي ليه؟ لانه الدعاء فيها لا يرد. ونحن دايما نختم بشنو؟ الدعاء. اللهم يا قيوم الارض والسماوات، اللهم انا نسالك بانك انت الله الحي القيوم، نسالك بانك انت مالك الملك ذو الجلال والاكرام، نسالك يا الله يا من تدافع عن الذين امنوا، نسالك يا الله يا صاحب المكر العظيم، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبه مكرهم. نسال الله بعظمته وبعرشه وبحملة عرشه وبجبريل وميكال ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأله بالقرآن العظيم وباسمه الله أن يتقبل الحمد لله رب العالمين، أن يتقبل حمدنا وأن يتقبل شكرنا، فله الحمد والمنة على كل شيء. نسأله أن يقر أعيننا بنصر عزيز موزع عاجل غير عاجل، أن ينصرنا على هؤلاء، أن يمكننا من رقابهم، أن يعذبهم بأيدينا ويقتلهم بأيدينا، وأن يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، وأن يرفع عن أهل السودان هذا الابتلاء وهذه الفتنة، وأن يجمع شملهم على لا إله إلا الله، ويوحد كلمتهم على لا إله إلا الله، ويخرج ما في قلوبهم من غل، وأن يجعلهم إخوان متحابين في هذه الدنيا، وأن يؤلف بين قلوب أهل السودان، لا يؤلف بين قلوبهم إلا الله. وأنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم، ما في مال يألف القلوب، اللي بيألف الله. نسأل الله أن يجمع شملنا ويوحد كلمتنا ويردنا إلى ديارنا سالمين غانمين آمنين، وأن يقرنا عيوننا بإقامة دينه وشرعه في هذه الأرض. ونسأل الله أن يحيي كل متمرد وكل متعاون وكل منافق وكل من دعم المجاهدين في الداخل وفي الخارج. نسأل الله أن يخزيهم ويرينا خزيهم في الدنيا والآخرة.
الله يجزاك خير.